السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين وبمناسبه العام الجديد، عام مليان بالسعاده والخير والفرح ان شاء الله. ربنا يكبر خاطركم ويجعله عام سعيد علينا جميعا يا رب العالمين. النهارده ان شاء الله هنعمل مربى الفراوله. طبعا الفراوله ماليه الاسواق ومش غاليه، رخيصه. هنعمل ايه؟ هنعمل النهارده كيلو فراوله. طيب بسرعه كده علشان ايه الحلقه ما تبقاش طويله وتبقى حاجه بسيطه. معانا ايه؟ معانا فراوله تغسليها وتقطعيها بالطريقه اللي انت حباها، طويله بقى مدوره، اي حاجه انت عايزه تعمليها اعمليها. ومعانا إيه؟ سكر. طب السكر قد ايه؟ معانا كوبايتين سكر. طبعا الفراوله اداه واحده اهي، دي المقادير اللي معانا. كيلو فراوله عليه كوبايتين سكر بالمج بتاع الشاي العادي. طب لو انت بتحبها مسكره ممكن تزودي نص كوبايه، بس الافضل والاصح الكيلو له كوبايتين، ده علشان يبقى معاك العيار مظبوط وتمام. طيب هنعمل فيها ايه؟ اول حاجه هنحط عليها السكر زي ما انتوا شفتوا كده. حطينا ايه؟ حطينا كوبايتين، وهنسيبها. ممكن تخليها تبات في التلاجة، او مثلا لو انت حابه تعمليها على طول ممكن مثلا تقعدها ساعتين، وبعد كده تلاقيها نزلت الميه بتاعتها، كلت السكر ونزلت الميه، وبعد كده تعلقي عليها. طيب ايه تاني كمان؟ يبقى احنا معانا كيلو فراوله، كوبايتين سكر بالمض بتاع الشاي، ومعانا ليمونه. الليمونه دي في اخر حاجه تتعصر، دي الماده الحافظه بتاعت ايه؟ بتاعت الفراوله. هنسيبها لحد ما تنزل. طبعا انا هبيتها لان انا مش مستعجله عليها. انت لو انت حابه، طب انا عايزه اعلق عليها على طول، تحط عليها ربع كوبايه ميه وتولع عليها. بس الافضل ان انت تسيبيها لما تاكل ايه سكرها وتنزل الميه بتاعتها، بعد كده نعلق عليها. واول ما بنحطها على النار طبعا احنا هنسويها مع بعض، وهنشوف التكات والتركات بتاعتها ان شاء الله، وتبقى احلى مربى فراوله للسنه الجديده. ربنا يجعلها سنه سعيده عليكم. هرجع لكم بقى ان شاء الله واحنا بنسويها. هنعمل ايه؟ هنقوم حاطين دي زي ما قلت ليمونه اهي، بس ما فيش اكتر من كده. طيب هنعمل ايه؟ هنقلبها ونستنى هما بس 5 دقايق. طبعا لسه في ريم، هنقول في ريم، بس طبعا لو احنا شلنا من الاول كنا هنشيل كتير جدا، وكده هينقص من المكونات بتاعتها او هيقلل السوائل اللي فيها. هنعمل ايه؟ هنقوم جايبين معلقه اهي، اي بقى ريم مش مستحب عايزين نشيله وما فيش اصلا حاجه يعني. اهو اهو بصوا كده اهو، هي اصلا خلاص ما شاء الله عايز يطفى عليها، بس احنا قلنا ايه؟ اوريكم عشان لو فاضل ريم او فاضل اي حاجه مش محببه عليها نشيلها اهي. بس ما تبقيش تشيلي من الاول، لان لو شلت من الاول هتشيلي كتير. تمام. طيب نعرف ازاي ان هي استوت؟ هي خلاص انا كده كده هطفى عليها. بصوا كده ما طلعش منها حاجه اصلا يعني، ما شاء الله ما شاء الله، حاجه اللهم بارك يعني. ده بس ايه اهو، بصوا كده اهو. طيب هنعمل ايه؟ بصوا بقى يا ستي، اول حاجه ما يتعلاش عليها. الساعه كام يا عمر؟ الساعه كام؟ شوف كده الساعه كام بعد اذنك. كام؟ 2 الا ربع. 2 الا ربع. هي خدت لها يجي ساعه، يجي ساعه بس على نار هاديه. تمام اهي. بصوا كده نعرف ازاي اهو، ده ظهر المعلقه. لو احنا عملنا كده اهو، شايفين الخط ده اهو، الخط ده اهو اهي تاني اهو، ديت المربى. اعملي كده اهو. لو الخط ده رجع ما هوش ظاهر كده يبقى لسه ما استوتش. لو فضل زي ما هو كده السوائل ما رجعتش، معناها ان كده ايه؟ المربى بتاعتنا استوت. هنطفي عليها 5 دقايق وانا هطفي عليها. ارجع لكم بقى وانا بفضيها نشوف هنعبيها في ايه. وصلنا لنهايه الحلقه بتاعتنا. دي المربى اظن بقى يعني انا مش هتكلم على الجمال والحلاوه. بصوا كده بصوا، اظن ما فيش احلى من كده ولا انضف من كده ولا اجمل من كده. حاجه انت اللي عاملاها بايدك، تمام، وواثقه فيها، وانت اللي منقيه الفراوله بتاعتها. ما فيش احلى من كده. طبعا ممكن تعبيها ببرطمانات. لحظه قبل ما اقول لكم البرطمانات، طبعا اللي طالع ده منها مش هيترمى، اللي هو ده. طب هنعمل بيه ايه يا اميره؟ ممكن تحطيه في العصير مع الفراوله، ممكن تعمليه في الجيلي، او ممكن لو عندك كيكه او اي حاجه تزينيها بالكيكه. زي ما عملنا كده دلوقتي. خلصنا الفراوله بتاعتنا، بتقعد لها من يجي ساعه ساعه و10. المهم اول غلوه وبعد كده تهدي عليه. زي ما قلت الريم اللي بيطلع ده ما تشيليش على طول، استني شويه وبعد كده ابقي شيليه. لو لقيتيه في الاخر ابقي شيليه.
وصلنا للحلقه بتاعتنا، يا رب تكون حلقه خفيفه وجميله وسهله، وتكون طبعا طعمها حلو وجميل زيكم كده. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك، فعلوا زر الجرس عشان يجيلكم ان شاء الله كل جديد من قناه اميره حسن. اوعوا تنسوا اللايك. السلام عليكم، دمتم في امان الله.